دايما بحس ان المتداولين بيركزوا اكتر على فكره هو انا هدخل الصفقه منين، ومحدش خالص بيركز على فكره هو انا هخرج من الصفقه فين، وهدخل اصلا الصفقه ازاي. لأن ببساطة مفيش متداول محترف بتلاقيه بيدخل السوق مرة واحدة وبيخرج من السوق مرة واحدة، وهنا بيجي الدور لنقطتين مهمين جدا. أول نقطة هي البوزيشن سكيلينج، وتاني نقطة هي البارشال اكزيتس. ونبدأ بالبوزيشن سكيلينج. البوزيشن سكيلينج معناه إنك لما تيجي تدخل صفقة ما تدخلش الصفقة بتاعتك مرة واحدة، ابتدي تدخلها على مراحل. جزء مبدئي أول ما الصفقة تظهر قدامك، وجزء تاني أول ما يحصل عملية تأكيد، والجزء الأخير لما السوق يكون فعلا بدأ يتحرك بشكل واضح في الاتجاه اللي انت كنت متوقعه. طب ليه؟ ببساطة جدا عشان تقلل من المخاطر بتاعتك وتقدر تسكيل وقت ما تكون متأكد ان السوق بالفعل بيتحرك في اتجاهاتك. فببساطة ابدأ بطريقة ذكية وابتدي زود المراكز بتاعتك لما السوق نفسه هو اللي يديك الثقة دي. وتاني نقطة هي البارشال اكزيتس، يعني ببساطة هي عكس الأولى. زي ما قسمت نقاط دخولك قسم هتخرج ازاي، بمعنى انك ما تجيش لما توصل للهدف الاول بتاعك تبتدي تخرج من الصفقه، لا، في الاول ابدا اخرج بجزء من الصفقه عند الهدف الاول، وجزء لما السعر يبتدي يروح لمنطقه مقاومه تانية مثلا، وجزء نهائي لما يكون ده اقصى حاجه متوقعها في الحركه ويكون بدا يظهر لك اشارات على ان هيحصل انعكاس في الاتجاه بتاعك. لو استخدمت الطريقتين دول ببساطه جدا هيحسنوا من تداولاتك ومن طريقه دخولك وخروجك من الصفقات بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هيحموك من انك تخسر كتير في وقت الدخول الغلط.